انا اللي جبته لنفسي، وكمان ما بتعلمش بنغلط كل مره. يلا نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو زي كنت تشجعوني بيه. انا طبعا الغلط اللي جبته لنفسي اللي انا قعدت عيالي من الحضانه وما اتعلمتش من كل مره فيها وبيجننوني بجد. كل ست بيت معاها عيال صغيرين تريح دماغها وتودي عيالها الحضانه حتى لو هترتاح لمده ساعتين على الاقل، اللي هي تفصل وما تبقاش طول النهار هري ونكت مع العيال على قلة فايدة. على الأقل هتعملي اللي وراكي وفي نفس الوقت هما يكونوا في الحضانة بيتعلموا. انتوا دلوقتي وبنتي القرشانة. انا هنا بقى لما لقيتهم قعدوا من الحضانة قلت لما في نفس الوقت اللي انا اصور لكم ونعمل روتين مع بعض بسيط نشجع بعض بيه. هنا بقى ابتديت ان انا اغير الملايات بتاعة السرير عشان بقالها حوالي 3 ايام، يعني انا يعتبر ما نمتش عليها غير مرتين. عشان طبعا اول يوم كنت بايته عند ماما وتاني يوم بيت عند حماتي عشان كنت بفطر معاهم في رمضان وكده. كل سنه وانتم طيبين. للناس اللي ما سمعتش فيديوهات اللي فات، وبجد بجد على دماغي من فوق وعلى راسي كمان للناس اللي بتخش عندي جديده في القناه وكمان بتدعمني. هبتدي بقى افرش بقى الملايات. انا مش همسح، هعمل روتين خفيف وبسيط وفي نفس الوقت هنغير بمعنى اصح من شكل الاوضه شويه. طبعا الاحسن ان احنا مثلا نخلي فرشنا دايما نضيف ونخلي حاجتنا نضيفه عشان لو حد طب علينا على فجأة. هنا هي بنتي القرشانه هتجنني. هنا بتقول لكم باي، اعملوا لايك. عايزاكم بقى توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات عشان خاطر ملوكه. قولوا لي في الفيديوهات عايزانا تطلع معايا تاني ولا لا. هنا كانت بتتنطط، كانت فرحانه جدا اللي هي طالعه معايا. هنا بقى قولوا لي ايه رايكم في شكل الملايات ديت. انا قلت بقى لما اغير شويه ما تبقاش على طول ايه الملايات منقوشه، هخليها المره دي ساده وكده. هنا بقى شايفين كانت قاعده بتلعب بس بجد جننتني. يعني بجد لا، الحضانه رحمه والله رحمه بجد. وكمان يعني واحنا صايمين يعني هيبقى راحه لينا جامده يعني. طبعا كل ام بتتفرج عليا حاسه بيا دلوقتي. هنا طبعا جبت الفوطه السحريه بتاعتي وابتديت بقى اللي المع السراير. لمعت كمان الشباك من التراب الناعم وكده. هي الاوضه يعتبر نظيفه، ما بلهاش يعتبر غير 3 ايام كنت مسحاها وكده، بس قلت ان انا اغير من شأنها شويه ونغير الملايات ونغير ايه المفارش كمان. بخلع بقى اكياس المخدات. هو الفيديو سهل وبسيط بس في نفس الوقت جدا لما بلاقي كومنتاتكم الجميله واللي انتوا بتشجعوني بيها. هنا بقى تعالوا بقى نسيبكم الكومنتات ونركز ايه على الترويق اللي احنا بنروقه. نفضت بقى السرير تاني، هبتدي برضو ان انا افرش الملايه. سامحوني لو مقطعه قطع يعني وكده، عشان طبعا في حته اللي انا بوطي فيها مش هينفع ان انا احطها. عايزاكم بقى اسالكم على سؤال، انتوا حابين الفيديوهات اللي هي تبقى طويله ولا خلي الفيديوهات قصيره زي الفيديو اللي هنزله دلوقتي؟ يعني انا كنت هجمع الصاله، يعتبر كنت هجمع الشقة كلها في فيديو واحد بس وصل ل15 دقيقة او 20 دقيقة. مرضتش ان انا اطول يعني عليكم وكده، قلت انزل لكم الأوضة لوحدها وان شاء الله بكرة او بعده انزل لكم الصالة والمطبخ. عشان صورت فيديو تحدي جامد قوي بيني وبين اخويا، استنوه بقى ان شاء الله لا بكره لا بعده بالكتير قوي، يعني مش هتاخر عليكم اكتر من كده. بس عرفوني في الكومنتات انتوا بتحبوا الفيديوهات الطويله ولا القصيره احسن. طبعا اللي انتوا حابينه اللي انا هعمله طبعا. هنا بقى ابتديت بقى ان انا اعمل كيس المخده. ما صورتش الكيس الاولاني عشان كان ضيق دوت يعني واسع ودخل في المخده على طول. هنا بقى كانت عماله اللي هي تعمل معايا وعماله تروح هنا، وكل ما اعمل حاجه اللي هي تجري اللي هي تشدها وكده. بس اعمل حاجه لما افر منها هرميها فين يعني. ربنا يا رب يخلي ولادنا ويا رب ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. على فكره انا سجلت لكم الفيديو دوت على كذا مره، بجد تعبت فيه قوي مع انه قصير، بس كل ما اسجله اكتشف في الاخر الصوت راح على قله فايده. هنا بقى احط بقى المخده، هبتدي بقى ان انا ارص المفارش. كنت طبعا ملمعه الكومودينو دوت بس الفيديو قطع وكده سامحوني. واغير كمان المفرش بتاع المبرد ده حلو جدا. اللي ما عندوش مبرد والشقه عنده حر جدا بجد هاتوه بتحطه في ميه وطول الصيف بجد بيبقى بجد اكنك عندك تكييف. طبعا التكييفات دلوقتي غاليه جدا، المبرد بيبقى سعره حنين شويه بس طبعا في الشتاء ما بنشغلوش وكده. هاجي بقى عند الشوفونيره دلوقتي هبتدي بقى لا لمعها والمع كل حاجه عليها. طبعا عشان طبعا الاطفال لو مسكوا حاجه وايدهم ملبكه او مثلا في تراب ناعم، طبعا التراب الناعم دوت طول ما هو على حاجه في الشقه مهما الشقه بتبقى نظيفه بتحس ان الشقه وسخه وكده. عشان كده لازم يوميا ان احنا نلمع الترابيزات، نلمع مثلا الشوفونيره، الحاجه اللي احنا بنمسكها هتحسي بنظافه وهتحسي كمان ان الشقه يعني معاكي رايقه وكده. مش شرط كمان ان احنا كل يوم نمسح، لا احنا ممكن ان احنا نمسح مرتين في الاسبوع او حتى 3. هنا بقولكوا حته الخرطوم دي مخليها للاطفال الابرياء.
بس طبعا بتبقى دي لازم تبقى يوميا في الشقه. ممكن مفرش يتدلق عليه حاجه، ممكن مثلا اللهم صل على النبي ملايه اتوسخت. طول ما انت ايديكي في الشقه على طول مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود اكتر. هنا بقى هبتدي بقى لا نكنس الصراحه، مش همسح اللي السيراميك اصلا عندي نضيف. كنت مسحه بقالي 3 ايام معاكم يعني وكده. يعني يا دوبي اصلا، يعني انا الفرش كله انا غيرت دوت كان من 3 ايام فرشاه. طبعا في ناس هتقولي كويس وفي ناس هتقولي انت مفتريه. لا انا مش مفتريه، انا معايا اطفال صغيره، وانا عموما ما بحبش الملايه تقعد اكتر من يومين. اكتر من يومين دول هتلاقوني بقى اتخنقت وبصوا مش طايقه لا انام على الملايه. كنست بقى السجاده حلوه قوي، بستسهل المقشه عن الصراحه المكنسه وكده. بقول لغايه لما اطلع المكنسه وابتدي ان انا اشغلها ومش هتخش تحت الاركان الصغيره، لا استخدم المقشه واكنس حلو وتبقى ايه، يعني بمعنى صح الشقه قدامي نضيفه وكده. طبعا هنا بقى راحت جابت لي الجاروف الصراحه، يعني مش هنكر خير بنتي. لا هي ساعدتني كتير، كانت بتنول لي حاجات، هي كانت بتبهدل حاجات بس كانت بتنول لي حاجات. راحت جابت لي الجاروف، يعني في حاجات عملتها معايا، مش هننكر خيرها برضو. هنا بقى لميت الزباله تبقى اللي انا افرش الحته وخلاص. الاوضه خلصت على كده. هنا قالت لي لا كفايه عليكي كده يا ماما، انا هفرشها انا، انت يعني كده خلاص بقى انت عديتي ايه المرحله اللي انت روقتي الاوضه خلاص. اكتبوا لي بقى في الكومنتات اذا كان الفيديو عجبكم وعايزينه قصير ولا طويل، واطلع معايا ملك تاني ولا لا. اتمنى بقى تكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنتات حلوه او زيكم تشجعوني بيها. بحبكم جدا في رعايه الله. ما تنسوش اللايك يا حلوين.